أهلا بيكم مستمعينا في حلقات جديدة من برنامج آية ورسالة على الراديو دوغما 3.10. النهاردة هنبتدي سلسلة جديدة من حلقات عايزين نستعد بيها للميلاد المجيد. على أول السنة نكون أخدنا كده جرعة حلوة من آيات العهد الجديد. هنبتدي معاكم واحدة واحدة كده ابتداء من إنجيل متى، مرقس، يوحنا ولوقا. عايزين ناخد أغلب الآيات اللي بنستخدمها أو المفروض إن احنا نبقى بنعلمها لأولادنا في حياتنا اليومية على لسان السيد المسيح وكل الناس اللي كانت بتتعامل معاه. النهاردة هنبدأ بآية حلوة جدا يا أنكل مجدي في متى الإصحاح 3 آية 2 مناسبة جدا للسلسلة بتاعتنا الجديدة. بتقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. إيه رأيك في الآية دي يا أنكل؟ آية جميلة جدا، زي ما تكون كده احنا حاطين تايتل كده، شعار للاسم اللي ربنا اختاره، يعني استعدوا للميلاد. تستعد ازاي من غير توبة؟ مش ممكن. بالظبط. اعتقد ان احنا شايفين بما يكفي من العلامات اللي بتقول انه خلاص ربنا قرب يجي. عايزاكم تنتبهوا قد ايه اللي احنا رايحين له حاجات جميلة تجنن. بنشوف كده الناس وهي بتوصف الاماكن الحلوة ازاي. ده بيند بقى، ده اكتر بكتير من احلى مكان زرته في حياتك. كل الحاجات اللي بتتمناها نفسك تروحها موجودة في ملكوت السماوات. كل الحاجات اللي بتتمناها على الأرض هنا هتلاقيها موجودة في ملكوت السماوات. كل الأحمال اللي عليك ومتقلة حياتك ومتقلة روحك ومتقلة فرحتك مش هتلاقيها في ملكوت السماوات. كل حاجة مريحة وكل حاجة مترتبة عشانك وكل حاجة. خلينا نتأمل كده في كل الحاجات اللي ربنا حكى عنها عن ملكوت السماوات، قد ايه هو كان بيتكلم عنها وهو بيقول انه انا بعد لكم مكان عظيم هناك. اعتقد كل دوت يستاهل ان الواحد يقف وقفة مع نفسه دلوقتي ويتوب عن اي حاجة غلط هو بيعملها، اي حاجة هو حاسس انها مش بترضي ربنا او بتضايقه او بتجرح مشاعره. جه الوقت انه نستقبل فيه الميلاد علشان نبقى عارفين قد ايه ان الميلاد ده ببركات سماوية هيجي وهيمسح كل العيوب. جه وقت دلوقتي انك تقف وتقول انا هتوب يا رب استعدادا لمجيئك في قلبي واستعدادا لملكوت السماوات اللي نفسي اروح. جميل جدا، يعني ده بداية الموضوع ان انا هبتدي بقى اخد خطوات بالظبط. لان بولس طبعا انت عارفه انا ما اقدرش استغنى انا عارفه حبيبك في السماويات، يعني طبعا حبيب الكل. اجلسنا في السماوات، يعني اوريدي لينا مكان هناك، فيا ريت بقى ايه ما تشغلش ليك مكان. من فضلك حافظ عليه وابتدي دلوقتي حالا، وانت قاعد في مكانك وانت في كنيسة وانت في الشغل وانت في اي حته اينما كنت دلوقتي. ارفع قلبك لربنا وقول له يا رب من فضلك استعد عشان تستعد. بالظبط. اديني يا رب اني اشوف ايه الحاجات الغلط اللي بعملها عشان اتوب عنها. بروح جديده كده. بالظبط، بروح جديده وقلب جديد. اديني قلب جديد يبقى نظيف مستعد لمجيئك. استعدوا للميلاد. كان معاكم النهارده آية ورسالة، مجدي ياسمين، راديو دوغما. استنونا في الحلقه اللي جايه.